عمرك فكرتي ليه مهما عمالة تشتغلي أكتر وتجري أكتر وتحاولي تحققي أهدافك على قد ما تقدري، ورغم من ساعات العمل طويلة، ورغم من إن انتي بتعملي كل حاجة تقدري عليها، ورغم من إن انتي عمالة تدوري وتسعي حياتك برضو زي ما هي، وبرضو لسه مش عارفة تحققي أهدافك؟ يا ترى ليه؟ لو انت جديدة هنا في القناة، انا اسمي مريم، وعايزة اقولك ان انا هدفي هنا في القناة ان انا اساعد كل بنت وست ان هي توصل لاحسن نسخة من نفسها وتعرف قوتها وتحقق اهدافها في الحياة. انا certified holistic life coach، ولو تحب تشتغلي معايا هتلاقي اللينك موجود تحت في البايو. فخلينا نكمل. عايزة اقولك مهم ان انت تشوفي الفيديو ده للاخر، لان الفيديو ده فيه وجهة نظر وحاجة، يعني تريك بسيط قوي قد كده، ويمكن يغير لك حياتك كلها، ويمكن يغير لك مفهوم ان انتي توصلي لأهدافك. ودي الحاجة اللي انا اول لما ابتديت افهمها واطبقها فعلا لقيت اهدافي بتتحقق كده بسهولة شديدة. وانا واحدة الحمد لله مفيش حاجة حطيتها في دماغي او كنت عايزة احققها وما حققتهاش. الحمد لله كل حاجة كنت عايزاها بوصل لها، كل هدف عايزة أعمله بعمله. من أول وأنا صغيرة وكنت عايزة أدخل كلية إيه، لحد الشخص اللي أنا ارتبطت بيه، لحد البلد اللي أنا عايشة فيها. كل حاجة صغيرة أنا كنت عايزة أعملها عملتها، وما زلت. والحمد لله حاجات كتير قوي لسه بتتحقق، كلها بالفكرة الصغيرة دي أو بالسر الصغير ده اللي أنا هشاركه معاكي في الفيديو. فعايزاكي تفتحي عقلك معايا، لأن أخطر المعلومات هي أصغرها. ومعلومات مش محتاجة ان انت تروحي تقري كتب، ومش محتاجة ان انت تروحي تتعلمي. في حاجات صغيرة قوي بتاخديها من تجارب الناس، من ناس عدت وجربت وبقى عندها نتائج، فانت بتاخدي الخلاصة بمعنى أصح، مش محتاجة تتعبي نفسك. علشان كده دي حاجة أنا ماشية بيها في الحياة، عمري ما هاخد نصيحة أو معلومة من حد حياته مش زي الحياة اللي أنا عايزة أعيشها، او محققش حاجة من الحياة من الحاجات اللي انا عايزة احققها. فركزي معايا علشان الحاجة البسيطة دي هقولك كمان ازاي تطبقيها، هتسرع وتسهل عليكي ان انت تحققي اهدافك. وهو قانون موجود في العالم كله، قانون موجود حوالينا، بيحصل حوالينا 24/7. واذا انت مصدقاه او مش مصدقاه هو موجود وبيحصل وهيفضل يحصل. والقانون ده ليه علاقة بالطاقة. اوكي، احنا كلنا عبارة عن طاقات حوالين بعض. ساعات بتقعدي مع حد انتي ما تكلمتيش معاه او ما تعرفوش، ولكن مش بتحسي باحساس كويس، بتحسي بالضيق، بتحسي بالخنقة، بتحسي ان انتي عايزة تقومي وتمشي. ده ليه؟ ده كلها عبارة عن طاقات. انتي طاقتك في حتة والشخص ده طاقته في حتة، ان انتي تفكري في حد وان هو يتصل بيكي فجأة. هل دي صدفة؟ دي مش صدفة، دي كلها عبارة عن طاقات موجودة معانا في الحياة طول ما احنا ماشيين. كل حاجة انتي بتديها اهتمام وتركيز وبتفكري فيها، هي دي الحاجة اللي هتفضل تظهر في حياتك واللي هتفضل تزيد في حياتك. ففكري معايا كم مرة قلتي لو نزلت دلوقتي هلاقي في ترافيك ومش هقدر اوصل بسهولة، وفعلا بتنزلي بتلاقي في ترافيك وما بتقدريش توصلي بسهولة. كم مرة لو انتي بتدرسي قلتي المادة دي صعبة ومش بعرف اذاكرها، واول ما تفتحيها فعلا بتلاقيها صعبة ومش بتعرفي تذاكريها. كم مرة قلتي ان انا بنت على طول متأخرة، او ان انا بنت على طول مش بفهم، او ان انا مش ذكية، وفعلا بتلاقي مواقف تأكدلك ان انتي واحدة مش ذكية. بتلاقي ناس بتقولك ان انتي مش ذكية، وبتلاقي مواقف تأكدلك ده. ده علشان كل حاجة بتحصل جوه عقلنا it radiates with energy، يعني بتطلع طاقة من غير ما انت تحسي. كل حاجة بتفكري فيها، كل حاجة في عقلك بتركزي عليها، هي دي اللي هتبتدي تظهر في حياتك وتفضل تزيد أكتر وأكتر. كل ما تقولي أنا حياتي صعبة، حياتك هتفضل تصعب أكتر.
كل ما تقولي أنا عمري ما هلاقي الشخص المناسب، أنا دايما بجذب لحياتي الناس السلبية أو الرجالة التوكسيك، هيفضل يظهر في حياتك ناس ورجالة توكسيك. لو انتي ركزتي مثلا في العيلة بتاعتك على اتنين متجوزين عمالين يتخانقوا وعمالين عندهم مشاكل ودايما مش مبسوطين، وبقى ده جوه تركيزك، هيفضل عندك لما يبقى عندك فرصة ان انتي ترتبطي بحد يجيلك شخص بنفس الطريقة دي، بنفس الشخصية بتاعت الاتنين اللي انتي بتفكري فيهم دول. وعلى العكس لو فكرتي في حاجة إيجابية، أو مش لازم إيجابية، حتى أي حاجة، عارفة في تجربة كده مشهورة قوي، تجربة the red car. لو انتي قعدتي تفكري قبل ما تنزلي الصبح في عربية حمراء، أول ما تنزلي الشارع هتفضلي عقلك يجيب ويركز على كل العربيات الحمراء، هتلاقي حواليكي عربيات حمراء من غير مناسبة. ليه؟ لأن انتي بس فكرتي فيها، ولا ان انتي بس عمالة تركزي عليها. فالحاجة دي بتحصل على الإيجابيات وبتحصل مع السلبيات، فانتي اللي تقدري تقرري هل دلوقتي أنا هفكر في ايه علشان يجي في حياتي، هركز على ايه علشان يزيد ويكتر. هتقعدي تركزي على السلبيات، على البلد، هتقعدي تركزي على مفيش فلوس، هتقعدي تركزي على انا فاشلة، هتقعدي تركزي على اهلي مش بيدعموني، هتقعدي تركزي على انا ما عنديش اي هدف في الحياة، هتقعدي تركزي على كل حاجة سلبية في حياتك. هي دي اوتوماتيكلي هتفضل تزيد وتكتر اكتر في حياتك. والعكس صحيح، جربي وقوليلي، اقعدي اسبوع ركزي بس على الحاجات الايجابية اللي في حياتك، حتى ولو بسيطة جدا ان انتي تصحي الصبح وتتنفسي، دي حاجة ايجابية، هتفضل تزيد وتكتر، مش هتتنفسي اكتر، لا، هتفضل حاجات تانية تحصل في حياتك تخليكي you're more grateful، يعني الحاجة اللي انتي you're practicing gratitude towards هتفضل تزيد وتكتر اكتر في حياتك. ان انتي تزودي طاقة الامتنان، ان انتي تبقي ممتنة وسعيدة ومبسوطة بكل حاجة حواليكي وبالإيجابيات اللي عندك وبالنعم وبالخير وبالحاجات البسيطة اللي عندك، هتلاقي حاجات تانية عمالة تزيد وتكتر بتزود المشاعر دي. فاللي انتي بتركزي عليه بيزود المشاعر اللي جواكي. لو انا نزلت الشارع ونزلت، اول ما نزلت لقيت مثلا العربية عايزة بنزين، وبعدين ما لقيتش باركينج، وبعدين لقيت زحمة، وبعدين لقيت واحد واقف قدامي فنرفزني، وبعدين كل الحاجات دي بتحصل مع بعض. it's a rippling effect، بيفضلوا يحصلوا ورا بعض. ليه؟ لان انتي مركزة عليها. لكن لما حاجة بسيطة تحصل، حتى لو مش بسيطة، عارفة ان هي مش سهلة، بس لما حاجة تحصل وتبصي على الجانب الإيجابي بتاعها. يعني أنا هقولك مثلا قصة شخصية معايا لسه حاصلة من كام يوم. أوكي، أنا كان عندي ميكروفون غير ده بستخدمه مع الموبايل غير الكاميرا دلوقتي، فروحت رحلة. لو انتي متابعيني على انستجرام هتشوفي ان انا كنت مسافرة في اجازة ولسه راجعة، فروحت رحلة واخدت معايا المايك ده وكان موجود في الشنطة، و يعني ما استخدمتهوش to be honest، بس هو موجود، يعني انا شايفاه موجود في الشنطة بتاعت الحاجات بتاعتي. ولما رجعت هنا طلعته وبفتح العلبة بتاعت المايك ببص مفيش مايك ولا المايك ولا الريسيفر، الاتنين مختفيين تماما. فطبعا انا محتاجاه جدا وعلى طول بستخدمه في الكونتنت بتاعي، وعايزه اعمل كونتنت مش عارفه اعمل ايه. فللاسف الشديد سالت بنتي الصغيره، قالت لي انا كنت بلعب بيه وطلعته ومش عارفه بقى هي رميته فين، وانا طبعا سافرت من البلد اللي انا كنت فيها ورجعت وخلاص المايك راح عليا. فللاسف حد تاني في مكاني كان هيبقى متضايق، مش مبسوط، هيتعصب، هيتنرفز. هي بنتي 3 سنين ونص، يعني هي ما بتفهمش، ما تعرفش، هي بتلعب. ضاع المايك خلاص. انا قلت لنفسي حاجة، دي حاجة اتعلمتها وانتي هتتعلميها مع الوقت، ان انتي تتحكمي في افكارك وفي عقلك وفي ردود افعالك، لان كل حاجة انتي هتديها انرجي هتزيد. قلت لنفسي في اللحظة دي، مريم it's time to level up، انتي محتاجة مايك جديد احسن بكواليتي اعلى، let's buy a new one. كلمت طبعا مع بنتي وقلت لها اللي حصل ده مش مظبوط و واتعلمت الدرس وخلاص. ولكن انا اخدته على نفسي لان انا
تهيألي ان دي رسالة ان انا اطور اكتر من الكونتنت بتاعي، تهيألي ان دي رسالة ان انا يبقى عندي مايك جديد، عشان كده المايك ده راح. فكل حاجة بتحصل حواليكي انتي اللي بتتحكمي في ردود افعالك، وردود افعالك هي اللي بتتحكم في مشاعرك، ومشاعرك هي اللي بتتحكم في مودك، ومودك هو اللي بيتحكم في كل حاجة بتحصل حواليكي. فانتي لازم تعرفي ان انتي مفتاح حياتك. عقلك ده عنده قدرات لا نهائية. العقل البشري ده حاجة مش طبيعية حقيقي، وأنا استخدمته وما زلت بستخدمه، وبقيت حاسة إن الحياة لعبة. أنا بقيت بلعب بالحياة علشان بقيت عارفة أعمل إيه وأعمل إيه إمتى، وأفكر في إيه وأفكر في إيه إزاي. فكل الحاجات السلبية اللي بتحصل أنا عارفة إن هي سلبية، وأنا عارفة إن هي مش أحسن حاجة. الموقف بتاع المايك ده حاجة، لكن في حاجات كتير بتحصل. ولكن ان انت تبتدي تقدري تتحكمي في نفسك وفي مشاعرك وفي تفكيرك وردود افعالك، ده هيغير لك حياتك تماما. وده اللي انا عايزاكي توصلي له، وده هدفي. انا عايزة كل حاجة انا بعملها غيرت لي حياتي اشاركها معاكي، لان انت كمان تستحقي. وممكن تسمعي كلامي وتقولي ايه الهبل ده، او اتس وو يعني مش حقيقي، ولكن انا عايزاكي تجربي. انت هتخسري ايه؟ انتي بتتفرجي على الفيديو دلوقتي، سمعتي معلومة، سمعتي ان هي تغير حياتك، جربيها، مش هتخسري حاجة. فعشان كده عايزة اقولك، لو انتي واحدة شايفة حياتك كلها متلخبطة، ولو انتي شايفة ان وصولك للأهداف صعبة، ولو انتي مش عارفة توصلي للحاجة اللي انتي عايزاها في حياتك، عايزاكي ترجعي لنفسك وتشوفي الكلام اللي بتقوليه مع نفسك، your self talk. عايزاكي تشوفي الطريقة اللي بتفكري فيها، ردود أفعالك بتبقى عاملة ازاي. مش هقولك ما تزعليش وما تتضايقيش، زعلي وتضايقي، ولكن ما تسيبيش الموضوع يطول معاكي. عايزاكي تبتدي تغيري شوية من الأسلوب اللي انت بتتعاملي بيه مع ان انت تحققي أهدافك. وانا هقولك على يعني it's a theory بس هي حقيقية. تعاملي مع أهدافك على إنها كلب. I'm sorry to say، بس تعاملي مع أهدافك على إنها كلب. لو شفتي كلب في الشارع، أوكي، لو جريتي منه هيجري وراكي، ولو جريتي وراه هيجري منك. ده معناه إيه؟ معناه إن انتي وانتي في طريقك لإن انتي تحققي أهدافك، عايزاكي تحطي الأفكار الإيجابية، وعايزاكي تركزي على الحاجات الإيجابية، ولكن مش عايزاكي تتعلقي أبدا بالهدف. ان انت تجري ورا الهدف، الهدف هيفضل يجري منك. لان معنى ان انت بتجري ورا حاجة it means that you're needy. معناه ان انت مش كاملة، ان انت ناقصة، وانت مخلوقة كاملة. ربنا خلقك في احسن تقويم. يعني انت already عندك كل حاجة محتاجاها علشان تعيشي حياة سعيدة، وتعيشي الراحة والامتنان. فاول لما بتبتدي تخرجي من الطريق ده، وان انت تجري ورا حاجة كأنك هتموتي من غيرها، هجري ورا الشخص ده علشان هموت من غيره، هجري ورا الشغل ده علشان هموت واشتغله، هجري ورا الشهرة عشان عايزة ابقى مشهورة. كل لما تجري ورا حاجة، الحاجة دي هتفضل تجري منك اكتر واكتر. عايزاكي يبقى عندك attitude I don't care. مش I don't care بمعنى ان انا اقعد في مكاني بقى وما اعملش حاجة، اوكي، عشان عارفة هيجي في الكومنتس يقولوا لي انت عايزاني اقعد وما اعملش حاجة. لا، انا عايزة اقول ان انت تمشي ناحية اهدافك، ولكن باتيتيود بيها او من غيرها انا عايشة، بيها او من غيرها انا ست كاملة، حصلت او ما حصلتش انا برضو مبسوطة. ده الاتيتيود اللي عايزاكي تمشي بيه في الحياة وانتي بتحققي اي هدف من اهدافك. تمشي ورا هدفك، يبقى عندك هدف تسعي ناحيته، تعملي اللي تقدري عليه، بس من غير تعلق. اول ما بتتعلقي بالحاجة بيبقى عندك energy النيدنس، يعني بتبقي نيدي، بتبقي عكس الطبيعة اللي ربنا خلقك بيها. فعشان كده ربنا بيبعد عنك الحاجة دي اكتر، لان عايزك تعرفي ان انتي your whole من غير اي حاجة اصلا. فاول ما بتبتدي تمشي في هدف بالإحساس ده، بيبدأ يجيلك مشاعر راحة واطمئنان، إن أنا عندي هدف وبعمله، بس أنا بلعب في الحياة، حصل حصل ما حصلش
so what يعني هجرب وهكمل وهعمل تاني باتيتيود انا كاملة، انا ست عارفة قيمتي، انا عندي كل حاجة انا محتاجاها، انا بعمل الحاجة دي بس بالشياكة، انا عارفة نفسي، عارفة قيمتي. اوكي، فاوعي ابدا عمرك تجري ورا شخص، وابدا عمرك ما تجري ورا فلوس، ولا تجري ورا منصب، ولا تجري ورا شهرة. ابدا عمرك ما تجري ورا حاجة، لان كل ما هتجري ورا الحاجة دي هتفضل تجري منك. فخلاصة الفيديو، عايزة يبقى عندك دايما البوزيتيف ثينكينج والبوزيتيف اتيتيود، وتعرفي وتفتكري دايما القصة بتاعت الكلب، الحاجة اللي هتجري وراها قوي قوي هتفضل تجري منك ابعد وابعد. عايزاكي تقوليلي رأيك في الكومنتس لو بتجربي حاجة من الحاجات دي، وهل فعلا نفعت معاكي ولا لأ. ولو ما جربتيش قبل كده جربي وقوليلي رأيك كمان في الكومنتس. ولو تحبي تشتغلي معايا تقدري تحجزي برايفت كول من اللينك في البايو، وخليكي مكملة لان انت تستحقي تبقي احسن نسخة من نفسك. وما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وابعتي الفيديو لصاحبتك او قريبتك اللي تحب تسمع الفيديو. واتمنى يكون الفيديو عجبك وفادك، واشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.